ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده عن البروبايوتيك. ايه هي البروبايوتيك؟ هي البكتيريا النافعه. زي ما في بكتيريا ضاره لو دخلت جسم الانسان يحصل له مشاكل، في كمان بكتيريا نافعه لو الانسان كلها ليها فوائد. فانا هكلمكم النهارده عن ايه هي فوائد البكتيريا النافعه، والاقيها فين في الاكل، وهل لو كلتها كل يوم يحصل لي مشاكل ولا عادي، وايه احسن وقت اكلها فيه، الصبح ولا بالليل. اول حاجه هي بترفع المناعه. ليه بترفع المناعه؟ بترفع المناعه لان هي بتقتل البكتيريا الضاره. يعني لما تاخد بروبايوتيك في اكلك، البكتيريا النافعه هتقتل البكتيريا الضاره. طيب حاجه كمان ان هي بتقوي جدار الامعاء، فبالتالي بتقلل امتصاص او دخول البكتيريا الضاره للدم. ثالث حاجة ان هي بتساعد على انتاج الاجسام المضادة الطبيعية لجسمك. الثلاث حاجات دول بيخلوا المناعة تزيد. تاني حاجة ليها تأثير على الوزن. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عايزين يخسوا البروبيوتيك تساعدهم. ليه بتساعدهم؟ لان هي بتقلل الاحساس بالجوع. حاجة كمان ان هي بتمنع او بتقلل امتصاص الدهون اللي في الوجبة. فالحاجتين دول هيساعدوك في نزول الوزن. البروبايوتيك كمان بتحسن الهضم. ليه؟ لان هي بتساعد جسمك في تكسير او هضم الطعام، فبالتالي بتقلل الانتفاخات، بتقلل الغازات، بتعالج كمان الاسهال. فهي كويسة جدا للجهاز الهضمي. في ناس عندهم حاجة اسمها حساسية اللاكتوز. ايه حساسية اللاكتوز دي؟ اللبن فيه سكر، من مكوناته سكر اسمه اللاكتوز. لما بتشرب لبن، الناس العادية اللي ما عندهاش حساسية لاكتوز، في جسمها بيتفرز انزيم اسمه لاكتيز انزيم. الانزيم ده هو اللي بيهضم السكر ده. الناس اللي عندهم حساسية بيبقى عندهم مشكلة ان اللاكتيز انزيم ما بيفرزش، او بيبقى بيفرز بس ضعيف. ف بيحصل عندهم مشكلة ان السكر ما بينهضمش وبيفضل في الامعاء لمدة، فبالتالي في نوع معين من انواع البكتيريا بيشتغل عليه ويبدأ يعمل الاعراض بتاعة حساسية اللاكتوز، زي اسهال، غثيان، انتفاخات، غازات. ف انا اقدر استفيد لو انا عندي المشكله دي، اقدر استفيد بمكونات اللبن لو كلت زبادي. ليه؟ لان الزبادي بيبقى فيه بكتيريا نافعه. البكتيريا النافعه دي بتشتغل على اللاكتوز، سكر اللاكتوز، وتحوله للاكتيك اسيد، فبالتالي الزبادي ما فيهوش لاكتوز. فلو انا عندي مشكله حساسيه اللاكتوز، ممكن اكل زبادي واستفيد بمكونات اللبن من غير ما يحصل لي مشاكل حساسية اللاكتوز، لان انا تجنبت اني اكل لاكتوز وكلت بداله الزبادي اللي هو فيه لاكتيك اسيد بدل لاكتوز. في حاجة اسمها مقاومة المضادات الحيوية. ايه هي مقاومة المضادات الحيوية؟ هي انه لما بستخدم مضاد حيوي لمدة طويلة قوي، او بستخدمه وانا اصلا مش محتاجه، بيحصل انه جسمي بيتعود عليه، فبيبقى عنده ريسيستنس منه. يعني ايه؟ يعني ما بقاش خلاص يأثر على البكتيريا. فده طبعا هيأثر لو انا عندي مشكلة معينة او مرض معين وباخد لها مضاد حيوي، هو كأني ما باخدش لانه ملوش اي تأثير. فاكتشفوا انه البروبايوتيك، الناس اللي بتاكل بروبايوتيك بتعالج المشكله دي، ما بيبقاش عندها مقاومه مضادات حيويه. طبعا احنا قلنا انه هو بيقلل امتصاص الدهون اللي في الاكل، فبالتالي هيقلل الكوليسترول في الدم، فبيحسن صحه القلب. حاجة كمان، هو بيقلل الالتهابات. البروبايوتيك بتقلل التهابات في الجسم، فبالتالي الجلد بيتحسن لو حد عنده حبوب او اكزيما. لو كل بروبايوتيك الحالة هتتحسن وجلده هيبقى احسن. في بروبايوتيك سبلمنت بيتباع في الصيدليه، بس انا مفضلش انك تاخده. ليه؟ لان في حاجات طبيعيه، فالاحسن انك تاخد البكتيريا النافعه من مصدر طبيعي زي الزبادي، اللبن، الرايب.
الخميرة، المخلل. تمام. حاجة كمان، هل أنا ممكن آخد بروبايوتيك كل يوم؟ يعني كل يوم آكل زبادي، أو كل يوم آخد خميرة أو كده. طبعا ممكن، عادي جدا، مش هيحصلك حاجة. طيب الأحسن آخد البروبايوتيك الصبح ولا بالليل؟ الأحسن تاخدها بالليل. الصبح بيبقى حموضة المعدة زيادة، فممكن الحموضة دي تقتل البكتيريا النافعة، فمش هتستفيد منها. فالأفضل إنك تاخدها بالليل. ممكن لو هتاخدها الصبح تاخدها بعد الفطار. تمام. لكن بالليل بيبقى فيه فرصة أكتر إن طول الليل البروبايوتيك دي شغالة لأن بالليل مفيش الهضم أو الميتابوليزم بيقل. ف بيبقى فيه فرصة أحسن إنه البكتيريا النافعة تفضل تتكاثر في جهازك الهضمي، فبتستفيد أكتر منها. فالأحسن إنك تاخدها بالليل قبل النوم. طيب في حاجة كمان اسمها فاجينال بروبايوتيك، دي بتتباع في الصيدلية للستات، انه هي بتوازن البكتيريا اللي في جهازها التناسلي. فبس يعني ما حدش ياخدها غير باستشارة الطبيب. بتبقى ساعات حبوب وساعات بودر. بس كده.